والوصفة الثانية اللي هي الطنجية في الكوكوط بأسرع الطرق. ناخدو الملج، عندكم مقطع ولا هكذا صاين. انا غادي ناخد 2 طريفات الملج، عندي صاينين، نحطوهم في الكوكوط. هادو راه ديال الغنمي. عندي هنا البزار، فلفله حمراء، سكينجبير، خرقوم، كمون بلدي، تومه. نورمالمون خصها دار الريوس، انا عندي هنا غير مطحونه. ندير 2 معالق صغار، وإلا كانوا الريوس من الاحسن 1-2 ريوس ديال الثومه. الزعتر، شي حبيبات ديال الحلبه، وهنا الحامض العتيق مصير وخصو يكون قديم. 2 وريقات سيدنا موسى، وسماية الله ملحة، ومعلقه صغيره ديال السمن المذوب. هاد السمن المذوب هذا راه اختصاصي ديال الطنجيه اللي كيتصاوب بالحلبه والزعتر والزبده وكيتخبع في الثلاجه، ونص كاس ديال الزيت البلديه. اكيد هنا غندير واحد الكويس د الماء صغيور، لان غادي طيب فوق العافيه، واخا عافيه مهيله. هانتوما شوفوا المرقه اللي طلقات، لان اللحم كيطلق سورتو انه كان كونجولي. شوفوا المريقه اللي طلق، راه هنا درتو على شميعه، فريمون طابع على شمعه. هو راهي كنحطو، راه العظم كيتسلت من بلاصتو. انا ما كنبغيش نزول العظم، كيعجبني يتحط هكذا مقاد بعظمو. بحال هكا راه كتجي لذيذه. جربوها وردوا عليا الخبار. هي العافيه تكون مهيله بزاف باش ما كتلصقش، وإلا درتوها في الفاخر غتجي احسن. والله يخلينا ويخليكم على